عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره بحياتنا بشكل مباشر، وراح يخبرنا عن هالموضوع أكيد ضيفنا عبر السكايب، أكيد الباحث بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بألمانيا واللي بيعمل بأكبر مركز بحوث الألماني اللي للذكاء الاصطناعي هو أكبر مركز بحوث بالعالم. كمان بنرحب معك الأستاذ حسن حشحوش. أهلا بك أستاذ السلام حسن. عليكم إخواني الكرام. أهلا وعليكم السلام. بداية حسن، خلينا نتحدث عن تعريف الذكاء الاصطناعي بشكل مفصل. الذكاء الاصطناعي هو علم من علوم الكمبيوتر، أين نحاول أن نحاكي عقل الإنسان، نحاكي ذكاء الإنسان، ونعطيه هذه يعني قدرات الإنسان التفكيرية حتى يستعملها الكمبيوتر لحل المشاكل، يعني الحياة اليومية، ويحل المسائل الرياضية، ويحل مسائل الهندسية. يعني باختصار نحاول أن نحاكي العقل البشري حتى يستعملوا الكمبيوتر لحل المشاكل. نعم. طيب حسن، ممكن نحن هلا خلال حياتنا اليوميه بنعرف استخدامات بسيطه للذكاء الاصطناعي، لاي درجه وصل لتطور الذكاء الاصطناعي للشكل كمان يفيد بحياتنا؟ أكيد هناك عدة استعمالات يعني تفيدنا في حياتنا اليومية. مثلا شركات الطيران، أعطيكم مثال فقط يعني حتى تتوضح يعني الاستعمالات. نعم. فشركة الطيران عندها آلاف الطيارات على طول العام. هناك طيارات مرتبطة بطيران آخر، هناك توقيت خاص بكل مطار، يعني توقيت مثلا يمكن النزول فيه ولا يمكن النزول فيه. فهذه الشركات لا يمكن للبشر أن يعملوا رزنامة لكل العام لكل الطيران. فنعطي كل المعلومات للكمبيوترات، والكمبيوتر في خلال دقائق، وخلال ممكن أقل من دقائق، يمكن يعطينا الرزنامة المناسبة لكل العام. نعم. لكل طيران بالدقيقة، أي ساعة تنطلق وأي ساعة توصل، حتى تضمن لشركة الطيران أكبر قدر من الأرباح يعني. نعم. طيب يعني حسن، حتى نكون واقعيين، هنالك تخوف حقيقي من اجتياح الذكاء الاصطناعي لحياتنا، لدرجة ستيفن هوكينج كان يتخوف من هذه المسألة، يقول أن الذكاء الاصطناعي سيدمر البشرية، حتى بيل جيتس يتخوف من المسألة. فهل يعني لديهم وجه من الصحة في كلامهم وتخوفهم من الذكاء الاصطناعي؟ أكيد التخوف يعني منطقي، لأنه لما نشهد يعني تطور الكمبيوترات وتطور الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، نعم. خصوصا من سنة 2010 إلى سنة 2018، 8 سنوات فقط، تطور رهيب جدا. يعني لم نكن نتوقع في سنة 2010 أن نصل ما وصلنا إليه في سنة 2018، فتطور سريع جدا. وهناك أمور وصل إليها الكمبيوتر التي يعني أبهرت حتى يعني الذين طوروا هذه البرامج. مثلا أعطيكم مثال فقط، كان في كمبيوتر عزل عن الإنترنت، فتركوه معزول عن الإنترنت. فالكمبيوتر هذا المزود بالذكاء الاصطناعي وجد طريق لنفسه أن يتصل بالإنترنت خلال جهاز آخر كان مرتبط به، وهذا الجهاز كان مرتبط بالإنترنت. نعم. فسرق منه الإنترنت وأصبح الآن يعني أونلاين، يعني الآن متصل بالإنترنت. وهذا كان يعني صادم جدا يعني للناس الذين طوروا هذا الكمبيوتر. فهناك نعم هناك أمور صادمة أحيانا في مجال الذكاء الاصطناعي تخلينا نفكر أنه هذه التكهنات يمكن تكون منطقية. يعني هذا امر اللي قبل شوي خلاني فعلا اسالك انه في اشياء نحن ما عم نحسن نواكبها، هذا التطور السريع اللي ممكن نحن عم نستخدم استخدامات كثير بسيطه عن الذكاء الاصطناعي. ولكن فعلا حسن، انت موجود بالمانيا وموجود بهذا المركز اللي هو اكبر مراكز البحوث الذكاء الاصطناعي بالعالم. حتى خبرنا هيك شوي من تفاصيل انت عم تشعر فيها انه هي سلبيه، ممكن تاثر بشكل سلبي للانسان وحياته. هناك نقطة لابد أن نبينها في هذا الموضوع. الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، يعني مثل ما أنتم تبينون. فيمكن أن يؤثر سلبيا على حياتنا اليومية، مثلا أن نطور برامج يمكنها أن تقرصن البنوك مثلا وتسرق أموال، ومثلا أمور هيك. لكن في هذا المجال هناك حلول ابتكرت، وهي المشكلة الكبير أنه ليس قوة الذكاء الاصطناعي، وإنما استعمال الذكاء الاصطناعي. نعم. يعني المطورين الآن في مجال الذكاء الاصطناعي يحولون
أن يعملوا تقدم جديد، وهو ديمقراطية الذكاء الاصطناعي، وهو أن يتاح لكل العالم، أن يتاح لكل الناس بنفس المستوى. نعم. لأنه المشكل إذا أتيح الذكاء الاصطناعي لجهة خاصة فقط، لمنطقة أو جماعة خاصة فقط، فهذه الجماعة راح تغزو العالم وراح تطغى على الجماعة الأخرى. يعني على سيرة تخيلوا غزو مثلا العالم، هنالك الكثير على فكرة من أفلام الخيال العلمي التي أنتجتها هوليود تحديدا تنبأت بهذه المسألة، أن هنالك سيكون حرب قادمة في يوم من الأيام تشارك فيها الآلات، سواء كانت هذه الحروب بين الآلات نفسها أو بين الآلات والبشرية. أنت من واقع أيضا عملك الحثيث في هذا المجال، هل تتنبأ بأن هذا الأمر قادم فعليا، سيكون هنالك حرب بين الآلات والبشر؟ نعم، أتوقع أنه هذا يمكن أن يصير، يعني مثل ما أفلام الهوليود تصور ذلك. لكن في نظري وفي نظر يعني الباحثين في هذا المجال، لسنا بعيد، يعني لا زلنا بعيدين جدا عن هذا اليوم. يعني ممكن بعد 50 سنة، ممكن بعد 100 سنة يعني من الآن، فلا يمكن أن نتوقعه في المستقبل القريب. لكن في المستقبل البعيد نعم يعني ممكن جدا أن نصل إلى هذا الحد. نعم. طيب حسن، خبرنا شوي شخصيا أنت، بما أنك موجود بهذا المركز البحوث للذكاء الاصطناعي، خبرنا هيك قبل كل شيء أنت عن شو عم تبحث بالضبط، وشو هو يعني الشيء اللي عم تدرس عنه، وهل هذا الشيء فعلا مناسب بألمانيا بالمركز اللي أنت موجود فيه؟ نعم، هذا المركز اللي أشتغل فيه هو أكبر مركز للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، في أكثر من 1000 باحث. فهو مركز قوي جدا مرتبط بمراكز أخرى بأمريكا، فهم يشتغلون يعني بالاشتراك مع مراكز أخرى، ففي تبادل الخبرات. وأنا حاليا أشتغل بمشروع اسمه السمارت كلوثز، يعني اللباس الذكي. فهذا اللباس الذكي يستطيع أن يأخذ معلومات عن الجسم البشري ويحللها في وقت قصير جدا، ويعطي يعني المعلومات عن الجسم. فيمكن في أي لحظة إذا كان فيه مثلا مشكل بالجسم البشري، مثلا فيه غذاء خطير، مثلا فيه مثلا ارتفاع لضغط الدم أو شيء مثل هذا، فيمكن في نفس الثانية أن يخبرك يعني اللباس بهذه المعلومة. وأيضا يمكن أن يتصل بالدكتور، يعني الطبيب والمستشفى الذي يعني في فعليا تعاقد انتم معه. من خلال هذا المشروع عم تستخدموا يعني تطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقه ايجابيه، لكن انا حابه شوي ارجع لمساله المشاعر وتطوير الالات يعني. لدرجه قد تصل تشعر بالانسان. يعني حاليا عم نسمع في اليابان على سبيل المثال، يعني اصبح هنالك استعاضه عن شريك الحياه بوجود دميه موجوده في البيت تحاكي البشر، تشعر معهم، تتحدث معهم، وهذه مساله خطيره يمكن ان تؤول بالانسان حتى لئلا يتزوج. فبرايك يعني هذه مساله محاكاة المشاعر التي تدخل بعملية تطوير الذكاء الاصطناعي ستجعل حياة البشرية تؤول إلى أين؟ معنا حسن؟ المجال فدائما نرى إلى الجانب الإيجابي منه، لا نرى إلى الجانب السلبي منه. لكن يعني إذا تكلمت عن رأيي الشخصي، أتوقع أنه فيه ضجيج أكثر من يعني من الواقع، يعني فيه شوية مبالغة في هذا الغرض. إذا تكلمنا عن يعني الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي والآثار السلبية على حياتنا اليومية، أتوقع أنه يمكن يكون فيه بعض يعني التأثيرات، يعني مثل ما ذكرتم، يعني شوية تأثيرات جانبية. وكل شيء حتى الدواء يعني عنده تأثير جانبي، يعني تأثير سلبي. لكن في رأيي الشخصي أنه التأثير السلبي لا يطغى على التأثير الإيجابي يعني. نعم. طيب حسن، حضرتك باحث موجود بهذا المركز اللي له علاقة أكيد بتطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يعني هل برأيك البشر لازم تتخوف من هذا التطور السريع جدا اللي أساسا ما عم تلحق تشوف التطورات اللي عم تصير فيها، ومن شو هي لازم تتخوف؟ يعني وإذا تخوفت كيف ممكن هي فعلا تقي نفسها، لحتى ممكن من هذا الشيء اللي حكينا قبل شوي عنه، الخيال العلمي اللي ممكن يوصل لدرجة أنه البشر والآلات تعمل حروب مع بعضها، يعني فكيف ممكن هي فعلا تقي نفسها إذا صارت هي الحروب بالمستقبل؟ التخوف حاليا بالذكاء الاصطناعي مش تطوره، والحل مش إيقافه، لأنه لا يمكن لأحد أن يوقف الذكاء الاصطناعي حاليا. نعم.
حتى إذا الحكومات مثلا والجامعات توقفت، فهناك ناس أخرى تطور هذا الذكاء الاصطناعي. فالحل ليس إيقافه، لكن كما ذكرت هناك حلول هي ديمقراطية الذكاء الاصطناعي، أن توزع على كل الناس بنفس الدرجة، فلا يصبح هناك تكافؤ من جهة على أخرى. بهذه الطريقة يمكن مثلا أن نفترض أن روسيا وأمريكا لها نفس القدر من الذكاء الاصطناعي، نعم. فكل بلد يكون على خوف أنه يبدأ حرب على البلد الآخر، لأنه النتائج دائما تكون سلبية على الطرفين. لكن إذا كان في بلد أقوى من بلد في مجال الذكاء الاصطناعي، فيمكن أن يطغى بلد على بلد بصفة بسيطة جدا. فهناك حلول، يعني هناك حلول أولها هي ديمقراطية الذكاء الاصطناعي حتى نتفادى مثل هذه الحروب مثل ما ذكرتم. يعني طيب حسن، يعني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بنظارات الذكاء الاصطناعي تحديدا، واللي أصبحت أيضا لديها استخدامات عديدة وفي متناول اليد، هنالك الكثير من الناس تستخدم هذه النظارات لمحاكاة واقع معين. لو تحدثنا عن إيجابياتها وسلبياتها هذه النظارات، وكيف ممكن إحنا بالفعل نستفيد منها دون أن تؤثر على حياتنا بشكل سلبي. أبدأ بسلبياتها. هناك سلبية هي أنه من كثرة محاكاتها للواقع يصبح الإنسان يتوقع أنها يعني واقع، حتى تؤثر على حياته اليومية ويأخذ منها خبرات ويبني عليها يعني منطقه التفكيري يعني. فهذا الجانب السلبي. لكن الجانب الإيجابي أنه يمكن أنها مثلا تحاكي غرفة فيها طبيب ومريض مثلا، فيكون التعامل وكأنه مباشر على غرار المسافة التي بين الدكتور والمريض، لكن يتعامل معهم يعني وكأنه بجانبهم مباشرة. أو مثلا الناس الغريبة عن أهلها مثلنا مثلا، فيمكننا مثلا أن نصنع جو أين تجلس العائلة مع بعض وكأنها في نفس المكان. فهذه إيجابيات للتواصل وتوطيد العلاقات. يعني من هذه الجهة هناك استعمالات جيدة جدا يعني في هذا المجال. طيب حسن، بدي ارجع شوي كمان، بما انك موجود بالمانيا، يعني برايك انت كيف ممكن فعلا يعني العرب ممكن عم يساهموا بالذكاء الاصطناعي، الخبراء العرب هل عم يساهموا بهذا الموضوع وكيف عم يساهموا فيه؟ حقيقة يعني في مجال الذكاء الاصطناعي ما عندناش كثير عرب، يعني خصوصا الجامعات العربية يعني مازال بعيدة شوية في هذا المجال. نعم. وأيضا أنا درست بتركيا يعني قبل ما أجي على ألمانيا، فتركيا أيضا ما زالت يعني في الخطوات الأولى في هذا المجال. فهناك بلدان مثل ألمانيا، مثل أمريكا، مثل اليابان، هذه البلدان الرائدة في هذا المجال. ولا بد يكون في حركة للعرب، يعني لا بد أن يكون في حركة للعرب والمسلمين أن يدخلوا في هذا المجال ويأخذوا العلم من هذه البلدان المتقدمة ويرجعوا إلى بلدانهم ويقدموا يعني إضافة. فيه عدد قليل من العرب مثلا في مركز البحث هنا وفي مراكز أخرى يعني عرب أعرفهم، لكن لا يزال عدد ضئيل جدا. يعني نحتاج أكثر من هذا. يعني أستاذ حسن حشحوش، الباحث في مركز البحوث الألمانية للذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات المهمة جدا.